هكذا هذه الدنيا ستنتهي الإخوة. هذه الأعمار التي نعيشها، اللي عاش 20 سنة و50 سنة و70 سنة و100 سنة، تصبح هذه السنوات كأنها ذكريات، كأنها سويعات، كأنهم يوم يرونها يعني الساعة لم يلبثوا يعني في الدنيا إلا عشية أو ضحاها. فكأن الرجل استكان. وفي رواية قال: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. اعترف بتقصيره، ولكن قال: ولكني أحب الله ورسوله، في قلب محبة عظيمة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا، قال: أنت مع من أحببت. الله أكبر. يقول أنس راوي الحديث، يقول: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. تأمل كيف أن الصحابة ما فرحوا بعد فرحهم بالإسلام بشيء أشد من فرحهم بهذا الحديث: المرء مع من أحب. فيقول أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وهكذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، جاء رجل وقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحب. وروي هذا في حديث عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه متغيرا حزينا. قال: ما أهمك؟ قال: يا رسول الله، أذكر يوم القيامة وأنك ترفع إلى الفردوس الأعلى